لو عايزه تعملي كنتاكي في البيت لازم تشوفي الوصفه دي للاخر وبكل خطواتها، لانها بجد والله العظيم نفس طعم كنتاكي بالظبط بالظبط. بس انا النهارده عملتها بالاجنحه بتاع الكنتاكي. تقدري تعمليها التتبيله دي للفراخ، لو فرخه كامله، لو اي حاجه تحبيها، دبابيس. شوفي بقى الحاجه اللي انت تحبيها اعمليها بيها. تمام، انا عملتها قبل كده معاكم. كان فراخ، كانت فرخه كامله، لكن دي عملتها بالاجنحه. وعايزه اقول لكم طعمها خطير جدا جدا وفظيع. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين الجناح انا قطعاه ازاي. وعندي الدبابيس الصغنونه ديت اللي هي بتبقى في الجناح، مفتحاها ومدخله السكينه لحد العظمه من جوه. اوكي، هنا بقى التوابل بتاعتنا، ولازم تركزوا فيها كويس جدا عشان دي التوابل اللي هتطلع لك الوصفه بتاعتك والكنتاكي نفس الطعم بالظبط ورهيب. اوكي، عندنا بقى اول حاجه كده اهو معلقه كبيره من روزماري، ومعلقه صغنونه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكاري، معلقه الشاي اللي هي الصغيره، معلقه بابريكا، معلقه 7 بهارات، معلقتين شطه او حسب الشطه دي حسب ما انت تحبي، معلقه ملح، معلقه برياني، ده اساسي في الوصفه برضو يا جماعه، لازم ان احنا نحطه، معلقه سكر، معلقه محسن طعام. لازم نحط في الوصفه دي اساسي الروزميري ومحسن الطعام والبرياني. تمام، في اكياس بتبقى محسن طعام بتتباع، وفي محسن طعام سايب، فالمتوفر اشتريه. تمام، هناخد بقى كل المكونات ديت ونحطها في الكبه بتاعتك المطحنه بتاعت التوابل، وتفرميهم كويس جدا 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 لحد ما تلاقي كل التوابل بتاعتك اتفرمت مع بعضها. عشان الروزميري بيبقى زي الحبيبات كده طويله، وبرده محسن الطعام عامل زي السكر، بس الحبايه بتاعته طويله شويه والسكر، فعايزين ده كله يتفرم مع بعضه. والوصفه دي الفلفل الاسمر فيها قليل، بنحط بس حاجه بسيطه، لان نكهه الفلفل الاسمر بتكون قويه، فاحنا مش عايزين نحط منه كتير. طبعا التوابل ديت انا عاملاها على قد الكميه اللي انا هعملها. لو انت بقى عايزه تعملي وتركني، تقدري تضاعفي الكميات اللي انا قلتلك عليها وتعملي بيها وتركنيها عشان تستخدميها بعد كده على طول في الوصفه، او عشان لو هتعملي كميه كبيره براحتك يعني. تمام، بناخد بقى كده اهوت التوابل الاجنحه بتاعتنا، طبعا مفتحينها زي ما قلت لكم لحد العظمه من جوه، اللحم مفتح، ونفتحها عكس الانسجه بتاعتها. تمام، عشان تستوي معانا كويس. احنا طبعا دي ولا مسلوقه ولا اي حاجه، معلش بس عشان انا عندي برد، فعشان كده كل شويه بكح، فاسفه معلش. فهنا بقى هناخد الفراخ كده اهو في التتبيله زي ما انتم شايفين اللي هي البهارات ديت، وهنغطسها فيها كده بقى، ونحاول ان احنا ندخل البهارات ديت في قلب الفراخ كده اهو من جوه. ايا كان بقى اللي انت هتعمليه، زي ما قلت لك دبابيس او فراخ كامله او اجنحه براحتك. تمام، بس اهم حاجه تدخلي البهارات دي جوه التتبيله كده اهو بصوابعك من جوه عشان الطعم يوصل لها. اوكي، هنعمل بقى كلها كده اهو بالشكل دوت وهنحطها. طبعا دي ولا فيها لبن ولا فيها زبادي ولا فيها اي حاجه خالص، هي بس التتبيله بتاعتها هي البهارات دي فقط لا غير، مفيش ولا قبل ولا بعد ولا اي حاجه خالص. وبرده شوف الفيديو للاخر وشوف الخطوات وهنعمله ازاي. هنا كده خلاص تبلته كله، هسيبه بقى يتبل حوالي 3 4 ساعات، ده لو احنا مش هنسيبه ليله كامله. هنا بعد 4 ساعات كده طلعتها بقى. هنا عندي دقيق زي ما انتم شايفين، وعندي ميه متلجه. اوكي، انا كنت حاطه الازازه في الفريزر وبعد كده طلعتها فضيتها في البوله زي ما انتم شايفين. هناخد بقى كده حبه كده اهوت من الفراخ بتاعتنا اللي هي الاجنحه دي، هنحطها في الدقيق ونفضل نبتدي ان احنا نقلب فيها كويس جدا جدا كده اهو بالشكل ده. وهاخدها احطها في الميه الساقعه زي ما انتم شايفين. مش هنعمل الخطوه دي كتير، هما بس مرتين فقط. يعني في ناس بتفضل تغطسها وتطلعها حوالي 7 8 مرات، لا دي ما فيش اي حاجه من ده خالص. احنا هنعملها بس هو حوالي مرتين، ونقلبها كويس في الدقيق، نفضل نقلبها كويس في الدقيق زي ما انتم شايفين، زي ما انا بعمل كده اهوت عشان تتغلف كلها كويس. ولما الدقيق بتاعنا يوصل فيه تكتلات، يستحسن ان احنا ننخله تاني ونخليه الدقيق ما فيهوش اي تكتلات زي ما انتم شايفين، لان ده بينزل في الطاسه وبيحرقها، وفي نفس الوقت بيعمل طبقه عاليه جدا على الكنتاكي بتاعك، بيبقى طعمه مش حلو. يعني من الاحسن ان انت تنخليه، بيكون افضل. وبرده هتلاقي الشكل في الاخر نفس الشكل بتاع كنتاكي، وفي يعني منعكش كده اهو شويه من بره بالظبط زي ما انتم شفتوا. انا خدته مرتين كده اهو في الدقيق اهو طلعته قدامكم، يعني مرتين في الميه المره التانية في الدقيق. تمام، من الدقيق بقى هاخده على زيت غزير
جدا. يعني شوفي بقى تعمليه في طاسه غويطه جدا، عندك قلايه او حله او اي حاجه. انا عندي الطاسه القلايه اللي هي الغويطه شويه دي، فحاطه فيها الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو كتير، والزيت سخن جدا يا جماعه، مش بنوطي عليه ولا اي حاجه. هي سواها بيفضل على النار، بتتعمل في ربع ساعه بالظبط. اظبطي الساعه بتاعتك وهتلاقيها بعد ربع ساعة لونها عمل، تروحي مطلعاها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هي بس مشكلة الوصفة دي ان هي بتستهلك زيت كتير، عشان لازم يبقى الزيت غزير عشان يسويها كويس من جوه. بس بصراحة طعمها حلو جدا، واحنا طبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة ونضيفة وعاملينها قدام، يعني احنا ضامنين احنا بنعمل ايه. وبرضو اوفر بكتير من ان احنا نشتريها من بره. تمام. زي ما انتوا شايفين انا طلعت اول حاجة، ودي تاني حاجة برضو بعملها. يعني بعمل الكميه كلها اللي انا كنت متبلاها. وهنا بقى حبيت ان انا اغرف كده واوريكم شكلها كان عامل ازاي. بصوا شكلها يعني بيتكلم عنها، وطعمها بجد خطير، لازم ان انتوا تجربوها. انا عملت مع الاجنحه دي مكرونه سباكيتي، وبصي من جوه ولا فيها دم ولا نيه ولا اي حاجه خالص ازاي، ومستويه وجميله، وطعمها بجد كان خطير تحفه. والقرمشه بتاعتها من بره كانت قويه جدا بجد يا جماعه، كريسبي قوي قوي. وطعمها يعني مش قادره اقول لكم، وهي بيتكلم من شكلها. وانا عايزه اقول لكم والله العظيم انا ما اكلتش من المكرونه، اكلت الفراخ بس، لاني بصراحه جميله. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده.